من يوم ما بنيجي الدنيا واحنا دايما مهتمين بشكل العلاقة ما بين الرجل والست، لأن الحياة قايمة كلها على راجل وست. فدايما في اهتمام من الرجل إنه يحاول يتعرف على الست ويحاول يفهم هي بتفكر ازاي أو بتشعر ازاي، وفي اهتمام من الستات تفهم الراجل بيفهم ازاي وبيشعر ازاي. والحقيقة ان احنا مختلفين، احنا مش شبه بعض، لكن احنا ينفع نكمل بعض. وعشان كده ما احناش فاهمين ايه اللي مطلوب من كل طرف للطرف التاني عشان يحقق له الأمان اللي هو عايزه. فالراجل دايما عايز من الست ان هي تكون شبيهة أمه، بس الحقيقة ان هي عمرها ما هتكون أمك، لأنها مش هتقدر تسامحك مسامحة الأم، لأن العلاقة تختلف والدور هنا هيختلف. فمطلوب من حضرتك إنك ما تطلبش منها إنها تقوم في حياتك بدور الأم، بمعنى إن هي مش هتسامحك عمال على بطال، هي مش مضمونة في حياتك، مش مضمونة الوجود. ما تستغلش حبها ليك، هي محتاجة منك الأمان عشان تديك الأمان اللي انت عايزه والسكينة اللي انت بتطلبها والحضن الدافي اللي انت عايز ترتاح فيه. هي محتاجة تحس هي بالأمان، الأمان العاطفي والأمان الجنسي. حضرتك لما تحققهم هتاخد اللي انت عايزه. وخلينا نتكلم عن كل حاجة فيهم بفيديو منفصل لوحده. وعزيزتي الأنثى، الراجل ما ينفعش يكون ليكي يقوم بدور الأب كمان، لأن هو مش الأب، هو مش والدك اللي هيستحمل غلطاتك ويعديها ويقف في ظهرك طول الوقت. ما تنسيش إن هو دوره في حياتك زوج، حبيب، وأبو أولادك. فيعني إن هو ليه حقوق عليكي، ويعني إن دوره مختلف عن دور الأب. يعني في غلطات مش هينفع يفوتها لك، لازم هيقف قدامها ولازم هيتضايق منها ولازم يعاتبك عليها ولازم تفسريها له. أرجوكم اطلعوا من العلاقات من دور الأم والأب، لأن العلاقة مختلفة خالص عن دور الأم والأب. صحيح احنا بنتكلم طول الوقت عن حب الله مشروط، بس ده ما يعنيش كسر الحدود وكسر الخصوصية، ما يعنيش كمان كسر الاستحقاقات. خليكوا عارفين إن الأدوار هنا مختلفة. وخلينا في فيديو تاني منفصل نتكلم بالظبط عن ايه اللي مطلوب من الراجل وايه اللي مطلوب من الست.